اليوم بغيت نهضر معكم على موضوع مهم كيهم اي واحد عنده موطور، واللي هو الفحص الجديد ديال السرعه اللي دارته الوكاله ديال السلامه الطرقيه نارسا. كاع شفنا ولا سمعنا ان رجال المراقبه كيوقفوك كيقول لك خاصك تطلع فوق الدراجه ديالك باش يديروا لها اختبار السرعه. هنا كيتطرح السؤال: واش عندهم الحق يبزوا عليك تطلع؟ واش الا رفضتي تكون مخالف؟ واش ممكن يحجزوا لك الدراجه ديالك؟ خليني نبسطها لك. القانون الجنائي المغربي كيقول ما كاينش عقوبه الا اذا كانت مكتوبه في القانون. والمسطره اللي دارتها النارسا ماشي قانون، غير دوريه داخليه كتنظم الخدمات ديال الاعوان، يعني هي ما كتخلقش عقوبات جديده على المواطن. ومدونه السير حددت الحالات اللي ممكن تحجز فيها الطوموبيل ولا الدراجه الناريه، ورفض الصعود باش يديروا الاختبار راه ماشي واحده من هذه الحالات. يعني توقف تعطي الوثائق ديالك انت ممتثل للقانون، لكن الرفض ديالك تصعد فوق الدراجه باش يديروا الاختبار ما كاينش نص صريح كيقول هذه مخالفه او جريمه. دابا نسولكم واحد السؤال بسيط: واش من المعقول يبزوا علينا نديروا شي اختبار ما كاينش نص قانوني واضح كيأطرو؟ واش ما خصناش نكونوا عارفين القوانين ديالنا باش ما يبقاوش يستغلوا الجهل ديالنا؟ واش كتظنوا هاد المسطره غادي تحمي الناس فعلا ولا غادي تزيد غير المشاكل؟ كتبوا لي رايكم في التعليقات وخليونا نفتحوا نقاش واعي وبناء. وما تنساوش تابعوني باش نزيد نشارك معكم مواضيع قانونيه مهمه بطريقه مبسطه ومفهومه للجميع. تحياتي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.